صباح الخير. النهاردة هنعمل وصفة الفراخ المشوية على الفحم ونعرف سر التتبيلة اللي تخليها شكلها حلو وطعمها تحفة، ونتعلم ازاي نطلعها بالشكل التحفة اللي انتي شايفاه ده. بس قبل ما نبدأ في الوصفة، لايك وشير كتير للوصفة. واذا انتي اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. يلا بينا نبدأ في الوصفة. اول حاجة هنبدأ بيها تتبيلة الفراخ. ده حجم البصل اللي انا استخدمته. التتبيلة دي تكفي ل4 فرخات، حجم كيلو ونص. التتبيلة دي تكفي ل3 فرخات، ل4 فرخات، يعني من 3 فرخات ل4 فرخات. انا علشان كنت عاملة كمية لان كان عندي عزومة، فكنت عاملة 3 فرخات، بس التتبيلة تعمل معاكي لحد 4 فرخات. هضرب معاكم المكونات كلها في الكبة. دلوقتي حطيت 5 اوراق من اللوري و4 فصوص من الثوم، وممكن تستغنى عنه لو ما بتحبيش الثوم في الاكل، وعصير ليمونتين. ده عصير ليمونتين كبار. بجد التتبيله دي تحفه جدا وسهله جدا وكل مكوناتها في البيت. وقالب ماجي، وممكن تستغنى عنه لو انتي مش بتحبي الماجي في الاكل. ودلوقتي بقى قطعت الفلفل ده 3 قرون فلفل رومي و5 قرون فلفل شطة وقرن فلفل احمر. وما تقلقيش لو انتي قلقانه ان الاكل يطلع سبايسي، لا، الاكل ما كانش شطه خالص ولا مشطشط ولا حسيت بطعم يعني الشطه في الاكل، لا بالعكس الاكل كان بارد جدا جدا. يعني ما تقلقيش لو لما تحطي فلفل شطه. وقطعت 3 طماطمات حجمهم وسط، وقطعت 3 بصلات برضو جوانح كده حجمهم وسط، بحيث ان انا اساعد الكبه ان هي تفرم لي المكونات كلها مع بعض. ودلوقتي بفرم معاكم المكونات اللي انا حطيتها مع بعض. انا ما بحبش الطماطم في تتبيله الفراخ المشويه تكون غالبه، لكن انتي لو بتحبي الطماطم ممكن تزودي طماطمتين كمان. وزي ما قلتلك التتبيله دي تعمل معاكي لحد 4 فرخات، وكويس جدا. وتتبيله كلها موجوده، مكوناتها كلها موجوده في البيت، يعني عموما مش هتشتري حاجه من بره. واللي مش متوفر ممكن تشيليه، لو ما بتحبيش بهار ممكن تشيليه، لو بتحبي بهار ممكن تضيفيه. ده كله على حسب ما بتحبي. دلوقتي بقى انا هضيف الزيت. ضفت 5 معالق كبيره من الزيت. انا ما بحبش اضرب الزيت في الكبه، بيعمل رغاوي كده وما بحبهاش، فبضيفه بعد ما اضرب المكونات التتبيله مع بعض. دلوقتي البهارات: معلقتين صغيرين من الثوم البودر، معلقتين صغيرين من البصل البودر، معلقتين صغيرين من الكمون، معلقتين صغيرين من الكزبره الناشفه، معلقتين صغيرين من السبع بهارات، معلقتين صغيرين من بهارات الفراخ، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود. وزي ما قلتلك اي بهار مش موجود او مش متوفر ممكن تستغنى عنه عادي ومفيش اي مشكله. مش هنقف، يعني البهار مش موجود مش هيوقف الوصفه يعني. بس فعلا البهار اللي بيفرق في طعم الفراخ المشوية وبيديها تتبيلة الجاهزة زي الجاهزة بالظبط. ان انت تجيبي بهارات فراخ، يعني بهارات الفراخ ما تستغنيش عنها. دلوقتي بقى انا حطيت الملح، حطيت معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر. الملح ده طبعا على حسب ما انت تحبي. دلوقتي بقى انا بقلب المكونات كلها مع بعض. وتدوقي التتبيله دلوقتي ما فيهاش اي حاجه. لما تدوقيها مش يعني مش في اي غلط عليكي ولا على اي حد. هي عباره عن خضار وتوابل، يعني انت ممكن تدوقي التتبيله وتظبطي الملح بتاعها. انا احتجت احط ملح، فحطيت معلقه كبيره ونص ملح. يعني التتبيله كلها اخدت مني معلقه كبيره ونص ملح. وده شكل التتبيله بعد ما قلبتها كويس جدا. ده بقى الفرخه دي انا بجيبها، يعني فرخه مثلا كيلو ونص لكيلو 300، يعني من كيلو 300 لكيلو ونص، ما تزوديش عن كده. وبقطع الفرخه 8 قطع. وطبعا الجوانح بتقطعها كل قطعه لوحدها، يعني الجوانح قطعه لوحدها. يعني الفرخه تعتبر بتتقطع 10 قطع، يعني الورك بيتقطع 2. كل ورك بيتقطع 2، وكل صدر بيتقطع برضو على قطعتين. والاجنحة بتفصليها عن بعض، يعني بتفصلي الاجنحة عن القطعة اللي بتبقى في الجناح، بتبقى يعني مرتبطة بالجناح. ودلوقتي بقى وعملت في كل قطعة شرايح كده. وفصلت الدبوسة لوحدها، والجزء اللي باقي من الورك لوحده برضو، وعملته شرايح بالشكل اللي انت شايفاه ده. ومهم جدا ان انتي برضو تحافظي على جلد الفراخ.
دلوقتي بقى انا بوزع التتبيله جوه الشقوق اللي انا عملتها، وفوق الجلد وتحت الجلد ومن فوق ومن تحت. لازم كل قطعه تكون متبله كويس جدا. مش شرط تكون التتبيله يعني تكون غالبة على الفراخ، لا مش شرط خالص. انت مجرد بس كل مكان في الفرخة يكون اتبل كويس وطالوا من التتبيلة. وحاولي برضو في الاول كده ما تزوديش التتبيلة كتير، يعني لان التتبيلة كل ما تحطي فراخ التتبيلة هتنزل للقاع. فما تزوديش في الاول كده تتبيلة. ده خلاص. وانا دلوقتي بقى بتبل معاكم الفراخ. ده الدبوس برضو عملت فيه شرايح لحد العظم. انتي لازم تشرحي الفراخ لحد العظم. وخلاص ده شكل الفراخ بعد ما اتبلت. انا هغطيها بالاسترتش راب وهدخلها التلاجة لمدة ليلة كاملة. انا مجهزة التتبيلة بتاعتها من قبلها بليلة. وممكن لو انت مستعجلة ممكن تسيبيها في التتبيلة 4 ساعات بس. كل ما اتحطت في التتبيلة كل ما شربت منها وبقت احلى. ده خلاص بقى بعد ما عدى ليلة كاملة. ودلوقتي بقى جه ميعاد الغدا، وكان لازم بقى كنت مستعجله قوي علشان كنت عايزه، كان الضيوف يعني جم وكده، فكنت مستعجله قوي. بس انا حاولت برضو اصور معاكم علشان البنوتات اللي لسه داخله في المطبخ جديد. بجد الطريقه سهله جدا وبسيطه. مهم جدا وانتي قبل ما تحطي الفراخ على شوايه الفراخ. ده طبعا شكل الفحم بعد ما ولعته. بس هقولك حاجه، هقولك ولعته ازاي، بس هقولك حاجه مهمه. قبل ما تحطي الفراخ على في الشوايه، يعني في شوايه الفراخ دي وتقفلي عليها، لازم تحمي الشوايه نفسها. يعني تسيبي الشوايه تسخن على الفحم الاول ويعني وبعدين تضيف الفراخ. ده بيساعد على التسويه كويس جدا. الفحم ده يعني ولعته ازاي. انا جبت 3 4 فحمات وحطيتهم على عين البوتاجاز ولحد ما ولعوا. وبعدين حطيتهم في وسط الفحم اللي هو ما ولعش. وفضلت بقى وحطيت على الفحم الوالع برضو فحم من فوقه ومن حواليه لحد ما الفحم كله ولع بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ولو تعبك شوية ممكن تضيفي شوية زيت بسيطة خالص على الفحم. طريقة تسوية الفراخ دي سهلة جدا وبسيطة. ركزي معايا يا ست الكل. بصي انتي اول ما بتحطي الفراخ بتحطيها على الشواية من جهة، وبعدين بتقفلي عليها الشواية بتاعت الفراخ وبتسيبيها لحد ما تاخد لون. وبعدين تقلبي الشواية على الناحية التانية، شواية الفراخ على الناحية التانية بعد ما خدت اللون. وبعد ما خدت اللون بقى وخدت اللون من ناحيتين، طبعا هي كده لسه ما استوتش برضو 100%. هيبقى فيه لسه في دم في العظم وكده. فعلشان تسوي كويس جدا فانتي بتستخدمي الكماشة اللي انا ماسكاها ديت المعلقة اللي انا ماسكاها دي. وبعدين بتفضلي تقلبيها على الناحيتين او على جنبها وعلى الناحية التانية ومن فوق ومن تحت ومن الجنب، يعني كل الجوانب لحد ما تتأكدي ان هي استوت خالص. وتكون برضو جوسي من جوه ومقرمشه من بره. يعني برضو ما تكونش فقدت الفراخ، ما تكونش فقدت الميه اللي جواها، يعني اللي بتخليها جوسي كده. ايوه هي مستويه بس مش ناشفه. وبرضو جنب العظم هتلاقيه مستوي برضو. لو اتبعتي نفس الخطوات. انا دلوقتي بقى بقلبها من الجنب ومن الجنبين، بقلبها على الجنبين وبقلبها برضو من الظهر ومن وشها، من كل الجوانب، من كل الجهات لازم تاخد اللون وعشان تستوي وعلشان تاخد شكل حلو. دي طريقة سهلة وبسيطة جدا لشوي الفراخ. وده خلاص بقى بعد ما شويت الفراخ هوريكي قد ايه ان هي طرية من جوه ومستوية ومن عند العظم. شايفين قد ايه مستوية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى تجربوه. شايفين ناحية العظم مستوي ازاي. بجد لو اتبعت الخطوات اللي انا قلتها لك خلال الفيديو بجد تحفة جدا وطرية قوي. وبجد هتجربيها وهتدمنيها. واضافة الورق اللوري مديها طعم تحفة. دلوقتي بقى انا قدمتها مع طحينة ورز اصفر وعملت برضو سلطة المشاوي. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم.
ما تنسوش تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات، ولايك وشير كتير للفيديو. واذا انتي اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.